السلام عليكم. كاين شي تخمال، كاين شي توجد العيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم تخميلتي ديال الكوزينه. كيف شفتوا بديت لكم بالروينه، صبحت لي الكوزينه مرونه. فاول حاجه غادي نديرها غادي نغسل كاع داكشي اللي عندي في لافابو وغادي نحيدو عليا، ومن بعد عاد غادي نبدا في التخمال ديالي باش نرصي كل حاجه في بلاصتها. بالنسبه للكوزينه راكم عارفين الكوزينه كتبداوها ما كتساليوهاش كيف كنقولوا، كتجبدوا عليكم من حل. كتجبدي الكوزينه كاع ما كتسالى، جبدي هادي قدي هادي القراعي، قوه البواطات، قوه الكيسان، المهم الماعن خاص كلشي كيتجبد، كلشي كيتغسل، كلشي كيتمسح، كلشي كيرجع لبلاصتو. فكيف كتشوفوا معايا بعد ما انا هنايا غسلت داك الماء اللي صبحوا ليا في لافابو، اول حاجه درتها هنايا غادي نجبد الكيسان، جبدت كاع دوك الكيسان اللي عندي في البلاكار، وغادي نبدا كنرقدهم في الماء سخون والخل باش كيطلقوا ليا، وكاع كاع داك الكالكير اللي وريتكم عاد دابا تيكون لتحت في الكيسان، وخاصه دوك الكيسان اللي تيكونوا مشرطين من التحت ولا منقوشين تيبقى لاصق فيهم الكالكير، واخا كتغسلوا الكيسان بالصابون وكتمسحوهم تردوهم بلاصتهم كيبقى. فهاد الخل هذا اللي شاركت معكم كناخذو من بيم غزال بزاف يا البنات. انا شحال هادي كنت كندير غير الخل الابيض، ولكن هاد الخل في الحقيقه رائع، فخذوه وغادي تحتاجوه بزاف للمعينات ديالكم فاش يوليو موسخين نيت. كيدبغوا ماشي الوسخ ديال المرقه ولا ديال اليدام، كيدبغوا. ديروا لهم هاد الطريقه هادي. كندير ناخذ البانيوات، درت فيهم كيف شفتوا الكيسان كاملين، درت لهم الماء سخون ودرت لهم الخل وخليتهم واحد 10 ديال الدقائق، وبديت كنشلل فيهم. كتشللوا فيهم هكا دوك فاش تيكونوا محرفين، كندير لهم هكا واحد الشويته مع الصابون والشتبه، وفي البلاصه كيخرجوا كيف كتشوفوا معايا الكاس كيخرج كيشعل بحال الا راه جديد، ما تيبقاش فيه نهائيا داك الكالكير وديك الضبابه اللي كتبقى في الكيسان ما كتبقاش. انا كيف شفتوا معايا درت هنايا غير الحلفه، ودرت شويته ديال السنان هكاك هذيك مخليها لدوك القنوت اللي تيكونوا في الماء، يعني اما في البريق يا اما هكا في الكيسان، كتدخل ليا فكتسهل عليا الخدمه. دوزت الحلفه الحرشه، هذيك كدوزوها الا ما درتوش هاد الخل اللي وريتكم، كدوزوا الحلفه الحرشه الا درتو غير الخل العادي كيبقى لكم داك الكالكير. انا في الحقيقه في الاخر ما احتاجيتش، شفتوا غير داك الخل مع الماء طايب خرج لي الكيسان كيشعلوا، غير بغيت ندوز ديك الشويته هكايك باش الا بقات شي بليصه ما بيناليش. اما راه غير هاد الخل هانتوما شوفوا الكيسان كيخرجوا كيشعلوا. داك الخل كناخذو من بيم، ما غاليش بزاف وزوين في الحقيقه، كيعطي المفعول زوين بزاف. هنايا خديت كيف شفتوا حتى المعالق اللي عندي والماس، كاع داكشي اللي عندي ديال الاينوكس، كاع داكشي اللي كتخدموا حتى هو خديته ودرته في بانيو ودرت عليه الماء طايب ودرت عليه الخل، وبديت كنشللو كيف كتشوفوا معايا دغيا كندوز عليه داك الخل، راه كيرجعهم كيشعلوا صافي. ومن بعد غادي نمسحهم ونرد كل حاجه لبليصتها. حتى دوك المعلقات حاولوا فين ما كيتغسلوا، هانتوما شوفوا الكيسان كيخرجوا كيشعلوا تقولهم جداد. داك الخل في الحقيقه رائع، وإلا ما كانش عندكم داك الخل وما كانش حداكم بيم ديروا غير الخل الابيض، حتى هو راه كيرجع الكيسان نقيين وزوينين. ولكن هذا الخل راه ما نقول لكمش المفعول ديالو شحال زوين، عليها بغيت نشاركو معكم. ودوك المعلقات كيف قلت لكم حتى هما فاش كيتغسلوا ضروري غير كتغسلوهم كتمسحوهم باش ما كيبقاوش فيهم دوك النقاطي، من بعد ما كينشفوا لكم كيبقاو دوك النقاطي ديال الماء، فكيرجع داك الانوكس الزرق ما كيبقاش كيف ما هو. هنايا صافي خديت رصيت داك الكويسات ديالي والبلاكار، بديت كنمسحو باش نرجع كل حاجه لبلايصتها. صافي كندوز له واحد الزويف فازك بشويه ديال ساني كروا، وانا مفرشه لهم بلاستيكات في البيض، وكندوز من بعد زويف ناشف، وبديت كنرصي المعينات كيف كتشوفوا معايا. صافي انا هنايا بعد ما رصيت كاع دوك الكيسان اللي غسلت ومسحت رصيتهم، غادي نكمل على البلاكارات كاملين. ما صورتش معاكم كلشي البنات، راكم عارفين الا جيت نبدا كنصور نصور ونقضي ما غاديش نسالف نهاري. انا راه غير هنايا وراه خدالي النهار كامل، خدات لي الكوزينه النهار كامل. هنا كيف كتشوفوا معايا كنمسح لها هوط بداك البرودوي اللي صورت معاكم، خديت من بيم زوين في الحقيقه، رشيته مزيان وبديت كندوز الحلفه باش كيحيد ليا كاع داك الترسبات اللي تيكونوا كاع داك الوسخ. المهم هنايا راه بديت كندوز حتى على البوطه كيف كتشوفوا معايا.
بواحد الحلفه رطبه. الا كان عندكم شي وسخ في الجناب، انا فاش حيدت دوك الريوس يلاه الراس الكبير اللي لقيته واحد شويه مكرفس ليا من التحت، ديك الحلفه الرطبه ديال جيكس درت فيها الموس وبديت كندور مع القناه. صافي هنايا راه البوطه عندي ما سخوناش بارده، اما الا كانت عندكم البوطه سخونه ورشيتو راه كيتحيد في البلاصه. انا عندي ما مسخاش بزاف، صافي دوزت هكا تدويزه خفيفه كيف شفتوا معايا. ولا هو حتى هي مسحتها، حيدت ليها دوك الشباكي ديالها، حيدت ليها ديك الفرفاره ديالها حتى هي لقيتها معلكه. واخا انا ما كنخدمهاش بزاف كدير لي الصداع ما كتعجبنيش في الحقيقه، ولكن واخا هكا هي ضربت لها مسحه لقيتها مسخه راه كاع داك الدخان وداك الشيء اللي كيطلع. هانتوما كيف كتشوفوا كنعاود ندوز بزويف فازك. حيدت ليها ديك الشبيكه ديالها هانتوما كيف كتشوفوا معايا حتى هي رشيتها ودوزتها بشويته، رجعت كتشعل. وهاد الشبيكات حتى هما رشيتهم مزيان وبديت كندوز ليهم هاد الشويته الصغيره. رجعوا ما نقول لكمش كيشعلوا، فتبعوا معايا هاد الميناج اللي كندير راه ما نقول لكمش. المهم الكوزينه رجعات كتشعل، حيدت كاع ديك الشبيكات. المهم كلشي مسحته لاهوط من الداخل حتى هي دوزت ليها مسحه. هي ما تخافوش البنات من حتى شي حاجه، ما تقولوش راه يضربني الضو لا ما نقصش هادي، ما تخافوش دوزوه. المهم تكون رجليكم لابسين فيها ما تكونوش حفيانين. راه فاش كتكونوا حفيانين وكتقضيو تما فين كيسمركم الضو، حتى الثلاجه فاش كتمسحوها وكتكونوا حفيانين كيضربكم الضو. اما الا كنتو لابسين في رجليكم ما تخافوش نهائيا، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يوقع لكم حتى شي حاجه. صافي هنايا كندوز على دوك الرويصات ديال البطاطا هما شللتهم مزيان بداك البرودوي ومن بعد عاودتهم بالصابون. بديت كنرش داك البرودوي تاع على هاد الشبيكه عندي مع كندير فيها الماء فاش كنغسلهم تيبقى داك الكالكير. راكم عارفين الماء دابا كله كالكير، فكلشي تيبدا يبيض معاكم، حتى لافابو تا هو تيبدا كيبيض. المهم دوزت عليها وشللتها. هنايا لاهوت بعد ما ساليت كندوز ليها واحد شويه ديال اجاكس، وحتى دوك البلاكارات عندي كندير لهم اجاكس وكنمسحهم بزويف نقي باش كيخرجوا كيشعلوا. اما واخا كندوز ليهم زويف هكا فازق ولا كندوز ليهم الحلفه تيبقى داك البلاكار هكا يكفيه داك الاطراس. هاد البلاكارات كيعذبوا في الحقيقه في النقا ديالهم، فضروري خاصني ندير اجاكس وزويف ونبدا نمسح ونعاود باش يلا كيخرجوا كيشعلوا. صافي هنا تا لافابو درت له البرودوي اللي موالفه شاركه معكم ديال لافابو كيخرجوا حتى هو نقي وكيشعل. صافي غادي نكمل الغسيل ديال لافابو كيف شفتوا معايا. هنايا بعد ما ساليته تنقات ليا الكوزينه ورجعت كتشعل. البلاكارات كيف شفتوا معايا رصيتهم حتى هما وتولتهم كل حاجه في بلايصتها. البلاكارات الاخرين كلهم خويتهم المجوره، خويتهم من القراعي ديال العطريه حتى هما غسلتهم، واللي خوات واللي قديتها في بلاصتها قديتها في بلاصتها. المهم راكم عارفين الروينه ديال الكوزينه فاش كتجبدوها. المهم هاد البلاصه كلها رصيتها ونقيتها من الفوق حتى لتحت. الحيوط حتى هما دوزت عليهم زويف ديال ساني كروا. البلافون حتى هو تيبقى داك الدبان كيلصق في البلافون كيخلي داك البزاق ديالو حتى هو. المهم مسحت كل شيء داك النهار دوزتو كامل غير في الكوزينه باش نقيها ونرصي كل حاجه في بلاصتها. دوك الحكيكات كيف كتشوفوا ديال العطريه اللي عندي حتى هما خويت واللي قديتها وغسلتهم ضربت لهم مسحه ورصيتهم باش نجيب العطريه ونعاود نعمرهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاهما الشبيكات بعد ما نشفوا خليتهم تنشفوا مزيان هما خرجوا كيشعلوا. دابا غادي نركبهم ونرصيهم في بلايصتهم. كان المهم هذا هو الفيديو ديالي، شاركت معكم التنقيه ديالي ديال الكوزينه. ما صورتش معكم كلشي كيف قلت لكم، الا جيت نصور كلشي راه ما غاديش نكمل، خاصني واحد يومين ولا 3 ايام. وان شاء الله غادي نشارك معكم حتى طريقتي في كادي ندير نقي الفران ديال الضو حتى هو، وكادي ندير نحيدلو الزاجه ديالو باش نمسحها مزيان. غادي نشارككم معكم في فيديو اخر باش ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا. فكنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا في شي حويجات. كنتمنى انكم ما تنساونيش بالضغط على زر الاشتراك اللي مازال مشترك في قناتي، ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعليقات الزوينين بحالكم. كنشكركم على المتابعه ديالكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.